صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. كنت نزلت الموقف ده عندي على الصفحة وبنتناقش هل هو مكسب أبيض ولا أسود ولا الموقف درو. طبعا كتير مننا قال إن الموقف درو. ليه؟ لأن زي ما احنا شايفين البيشب ضارب الروك، وفي نفس الوقت لو احنا كلنا الروك الأسود هيقوم نازل بالبيشب التاني فوركينج الكينج والروك، ويبقى الموقف درو. ولكن دايما نبص على الاحتمالات اللي هي مش متشافة، وهي ايه؟ ان احنا نبحث الأول عن التشيك. التشيك المتاحة هنا اتنين، واحدة بالروك في الاي 8، واحدة بالبيشوب في السي 4. تعال نشوف الاول الروك في الاي 8، والمفروض طبعا ان كل ده بنحسبه في دماغنا قبل ما نحرك اي قطعة على البورد. الروك في الاي 8 مش مناسبة. ليه؟ لان الكينج بكل بساطة ممكن يدخل عليك في الاف 7، وبالتالي لو انت كلت الروك هو هياكل الروك، ويبقى بيشوب قدام بيشوب وبون قدام بون، والوضع تعادلي. ولكن الابيض يفكر في حاجة تانية. ايه هي؟ هيروح بالاول بالبيشوب في السي 4. طيب بعد الكش دي الاسود عنده اختيارين، اما انه يجي في الاف 8 او يطلع في الجي 7، او يروح طبعا في الاتش 7 والاتش 8. طيب تعالى نتخيل مع بعض كده لو الكينج راح هنا. طبعا دي غلطة كبيرة. ليه؟ لان احنا ممكن نديله تشيك من الاف 1، ولما يتحرك ابقى اكسب الروك بتاعتي وكسبت الجيم. الاسود طبعا شايف الكلام ده وقال لك انا خليني في الجي فايل. ليه يا عم في الجي فايل؟ عشان الروك ما تقدرش تيجي في الجي 1 تديني تشيك. البيشوب عامل كنترول على مربع التشيك، ولكن انا عندي تشيك من ناحية تانية، وهي ايه؟ روك اي 7 تشيك. طيب الخيارات المتاحة عند الاسود مش كتير. اما انه يطلع هنا على الروك، برضو عايز كاونتر بلاي، وساعتها في حاجة مهمة جدا لاحظناها. ايه هي؟ ان الملك والبيشوب والروك على خط واحد، والكي موف هنا النقلة السحرية ان الروك تتزحلق تحمي مربع الاف 2، لان البيشوب ممكن يديك تشيك الاول وبعد كده يهرب بالروك. فانا نزلت بالروك بتاعتي في الاي 2. عشان ايه بقى؟ عشان بسأل الاسود سؤال: اتحرك، اعمل نقلة هتنقذ الروك بتاعتك. الروك بتاعتك لو راحت في اي ثابت المربع ده، على طول الروك بتاعتي هتديله تشيك ويكسب البيشوب، او انه يتحرك بالكينج وساعتها اروح اكابشر الروك بكل بساطة. وعشان كده برضو الاسود شاف الكلام ده وقال لك هلعب ايه بقى؟ قال لك انا مش هاجي في الاف 6، ولكن انا هرجع تحت في الاف 8. طب الابيض افكاره خلصت؟ لا طبعا. هنا الابيض لقى فكرة جميلة جدا، دايما تدور على التشيك. وهنا الروك في الاف 7 تشيك. طبعا مش هيجيله هنا على الكشف، والا هروح بالروك ديسكفرد تشيك واكسب الروك بكل سهولة. ولكن الاسود راح في الاي 8. الكينج راح في الاي 8، وده يفتح المجال ان احنا نكابشر الروك، ولكن مش هينفع نكابشر الروك دلوقتي لان الروك بتاعتنا متهددة. وعشان كده الروك لازم تتحرك، وحركة الروك كريتيكال جدا. يعني ايه؟ يعني لازم تتحرك في مربع واحد فقط هو اللي هيحقق المكسب. ازاي الكلام ده؟ فكر وقول لي انسب مربع دلوقتي ممكن الروك تتحرك فيه. الاجابة الصحيحة اللي تحقق لك المكسب هي روك اف 6. روك اف 6 هتقول لي ايه ده؟ ده انا كده كسبت. ازاي يا عم؟ ده انا هثبتك بالبيشوب، الروك بتاعتك ما بتتحركش وخلاص خلص الدور. ولكن انا عندي نقلة في منتهى الذكاء. بيشوب بي 5 تشيك. ايه يعني؟ ايه ده؟ الكينج ما يقدرش يتحرك في اي مربع. الكينج شبه محبوس لان طبعا الدياجونال مضروب، وما يقدرش يجي في الاف فايل. فالنقله الوحيده ليه انه يمنع بنفسه البن، وساعتها اقدر اهرب بالروك وكابشر الروك، وده يبقى حل اللغز. اتمنى يكون اللغز عجبك. ما تنساش تعمل لايك ومتابعه وشير وسبسكرايب والحاجات الجميله دي، واشوفك في الغاز مع اداة تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.